السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. هنتكلم عن 5 أمور زي ما احنا متعودين في كل حلقة. هنتكلم النهاردة عن فوز الزمالك اللي لازم يحصل بالتحكيم بالمعروف، محمد معروف الحكم المشهور أبو نطة. الحاجة التانية إيقاف ناصر ماهر وباللي عمله ده المتوقع يعني. رقم 3 الدبيس وإصابة الباكات الشمال اللي عند الأهلي. رقم 4 وده الأهم، الناس اللي بتقولك إن الزمالك هيقدر يعطل، هنتمنى إن هو يفوز عشان يعطل بيراميدز، ما أظنش. آخر حاجة إدارة الأهلي وقرارها إن مارسيل كولر يكمل، وده أكبر خطأ بالنسبة لي. قبل اي حاجه عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه وازكى السلامات. يلا بينا نبتدي. قبل اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك لازم يكسب. اللي شفته النهارده مهزله تحكيميه بجميع المقاييس، ده طبيعي. لازم تبقى كارثه. يخرج المدرب يقول لك ايه؟ اصل التحكيم وارد فيه الخطا زي المدرب واللعيب. هو التحكيم يبقى ليكوا حلو وعليكوا وحش وكوارث مش كوارث؟ بقى التحكيم المصري دلوقتي جميل. يا الله. اولا ضربه الجزاء الاولى لنادي الزمالك، هي الكوره جايه في ايده بس هي قبليها ما جاتش في رجله ونطت لايده، ما اعرفش. ضربه جزاء ليها وعليها، خلينا بقى من ضربه جزاء. ولكن حرس الحدود ليه ضربه جزاء على الونش وتكمله من محمد شحاته في الدقيقه 80، والحكم قال لك كورنر، ما فيش اي حاجه. وده كان اكبر خطا. ضربه جزاء اهو علني، وده محمد معروف. كرة الهدف الثاني فاول علني رسمي على حسام عبد المجيد، باينه قوي. الحكم قصاد عينه وقف اللعب شويه ثانيتين، بعد كده قال لك لا العب وعملت هجمه مرتده وجون. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ امتى يبقى الدوري المصري ما فيهوش تحكيم مقرف بالشكل ده؟ عايزين تكسبوا الزمالك، تصمموا تكسبوه، بس مش كده عرفونا. ايه القرف ده؟ لا يا جدعان لا. طيب النقطة التانية، هنتكلم على ناصر ماهر. خرج وقال عبد الواحد السيد اللي حصل من ناصر ماهر قبل المباراة ان هو اعترض ورفض ان هو يقعد دكة بدلاء. ده ناصر ماهر يعني مش جديدة يعني. يبدأ بقى يتنطط ويبدأ يعمل مشاغبات وبتاع، واحنا عارفين من ايام ما كان في الاهلي يعني. فلو فعلا الزمالك ياخد قرار بالتحقيق معاه وايقافه وغرامة ربع المرتب زي 25% من العقد، لا يبقى بصراحة صح، يبقى ماشي على خطى صح ونظام. بس هل ده يتنفذ؟ ما اعتقدش. النقطة الثالثة، باكات الشمال في الاهلي خلاص. يحيى عطية الله انتهى الموسم وانتهى كمان مشوار مع الاهلي، عشان مش هيجددوا له يعني، مش هيمضوا العقد يعني، مش هيعملوا شراء ليحيى عطية الله. كريم الدبيس مفيش حاجة في العظم، مفيش حاجة في الركبة سليمة، بس مستنين اللي ورا ينزل. بس من الاخر كده مش هيلحق ماتش سان داونز. مين لازم يرجع؟ مين اللي ذنبه في ده كله؟ علي معلول. وقد تكون رب ضارة النافعة زي ما بيقولوا، قد يكون علي معلول يرجع هو يكون سبب في فوزك بوصول النهائي، عشان انت ظلمته جامد قوي. مفيش حد زي علي معلول. هتقول لي كبر، هقول لك يديك سنة او سنتين اقصاها، تستفاد منه. انت جددت له ليه؟ بس هو مدرب متخلف بصراحة يعني، حاجة تقرف وحاجة عنده حاجة قرف. انت سايب كمية لعيبة دول، لو في الاهلي الدنيا تفرق. ديانج وقندوسي يعني دول اكتر اتنين تقلات في خط وسط. تخيل كده ديانج، امام عاشور، احمد القندوسي، يا نهار ازرق على ده خط وسط يا جدعان. يبقى في ايديا وانا ابيعه وضيعه وطلعه، كلام متخلف بجد. قندوسي بالمناسبه ربنا يشفيه، عمل جراحه النهارده الحمد لله، جراحه ناجحه، ربنا يتم شفاه على خير. 4 تكمله كولر الاداره خلاص قالت ان هو هيكمل. ربنا يسترها يعني، انا مش هقول غير ربنا يسترها. انت لو جبت اي مدرب دلوقتي، مدرب مصري، مش هيعمل اسوأ من اللي بيعمله كولر. يعني كولر انا مش عارف بيعك، ما بقاش فيه اي حاجه يقدر يديها لك.
فربنا يرحمنا ويستر ما عنده. ولو الاهلي وصل النهائي وقدر في ماتشين صن داونز يعمل حاجه، رغم ان انا مرعوب وهتبقى كارثه الكوارث، لان هتبقى اصعب ماتشين هتقابلهم في الصن داونز. بالمناسبه اللي هو خسر الكاس النهارده في نصف النهائي، خرج من كايزر تشيفز 2-1 في اخر دقيقه. فهيجي جاي لك مجروح، وجاي لك ان هو عايز بقى ايه، طلع كل غل الكروي فيك. فربنا يستر من دي مباراه حرفيا. لو اللعيبه قدرت انها تخرج من ماتش صن داونز على خير وقدرت توصل النهائي، هتبقى اللي احنا او الاهلي او جمهور الاهلي بيشجع او ان هو بيعتمد عليه او بيحاطط امل عليه، هي روح اللعيبه، روح الفانيلا الحمراء. لو الاهلي كسب البطوله دي هتبقى بسبب روح اللعيبه، مش المدرب اللي ما بقاش عنده اي حاجه يقدمها لك. خلينا واضحين وخلينا صراحه. فاتمنى اتمنى ان النادي الاهلي روح المعنويه وروح الفانيلا الحمراء ترجع للجرينتا وللقوه اللي هي شفناها في اخر المباراه لامام عاشور. نفسي اشوف اللعيبه كلها يبقى مستواك زي الزفت ومفيش لياقه ومفيش كل حاجه، بس عندك روح ان انت عايز تكسب. ده اللي عدم في الاهلي، ما اعرفش ايه السبب. بالمناسبه يعني مفيش لياقه بدنيه عند لعيبه الاهلي بسبب الاجازات الكتير المتخلف اللي اسمه كولر بيديها. انا ما اعرفش يعني. هو خلاص لازم مدرب يا جدعان، لازم مدرب. حتى لو مدرب مصري يمسك الفتره دي وكاس العالم مدرب تقيل، ولا كروش ولا مش عارف ايه ولا كلام متخلف ده. عايزين مدرب تقيل عالميا. اخر حاجه هنتكلم فيها، الناس اللي بتقول لك كويس ان الزمالك كسب النهارده حتى لو بالتحكيم عشان يبقى عنده امل ان هو يجي يلعب قصاد بيراميدز، ان هو يقدر يكسب بيراميدز. معلش، الزمالك هو لا اما الماتش اللي قبل الاخير او قبل الاخير هيبقى خلاص بانت، تبقى خلاص الدنيا بانت قوي بالنسبه له. من الاخر كده والمتوقع بيراميدز هياخد الدوري والزمالك هياخد الكاس. هتقول لي هيفوتوا هيعملوا؟ هيبقى اتفاق، مش تفويت على قد ما هو اتفاق. هل يبقى فيه روح وعداله ولعب فيش لعب من تحت الترابيزه او اتفاق وهيبقى فيه الروح الرياضيه؟ اتمنى من الله، ليه لا، بس مش متوقع. دي كانت حلقتنا، اتمنى تكون حلقه خفيفه كده، بس يعني تحكيم هيستمر زي ما هو، بس ما يرجعش الزمالك يقول لي اصل انا بخسر بالتحكيم. وباين قوي ان تحكيم الموسم ده مع بيراميدز مع الزمالك حاجه تقرف. لما مجرد ما قلنا عايزين تحكيم اجنبي، لا اتمسكت بالتحكيم المصري. ليه؟ عشان جاي في صالحك، عشان عارف ان هو بيخدمك. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامجكم Give Me 5، وقابلكم ان شاء الله في احداث جديده من الاحداث الرياضيه. السلام عليكم.